السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ بصوا بقى، تعالوا نتكلم كده، يعني نحاول ان احنا كل يوم نتكلم عن جزء معين. بس الجزء اللي احنا نتكلم فيه نحاول ان احنا نطبقه في المذاكره بتاعتنا. انا عارفه ان في ملل، وعارفه ان في فرهطه في الصحه نفسها، وصيام، والوقت ضيق، والمناهج غلسه، والامتحانات بعد رمضان في هيصه كده، ورمضان نفسه بتبقى فيه لو حد هيجي يفطر عندنا، ولا تجمع للعيله، ولا مساعده في البيت، والاذان يأذن هو بتلاقي نفسك دخلت في العشاء، والعشاء بعده تراويح، وبعد التراويح عندي درس، اليوم خلص وهكذا. وفي اللي بيعرف يسهر لحد الفجر، وفي اللي ما بيقدرش يسهر لحد الفجر. انا فاهمه ومدركه تماما ان اليوم لسه ملخبط معانا، والاوقات مزنوقه، والدراسه غلسه، والدروس كل مدرس حاطط دروسه في وقت متاخر، وكده الدنيا لعبكه. تمام. بس خلينا برضو متفقين ان انا لو عشت في اللعبكه دي هعمل ايه بعدها؟ يعني طيب ماشي، قعدنا نبكي مع بعض ونقول يا والوقت ومزنوق والمناهج وكل حاجه بقت مش عارفه ايه وبتاع، وقعدنا متضايقين. ها، وبعدين هيجي اليوم اللي بعده هنلاقي نفسنا ما انجزناش حاجه، فالدقيقه بتاعتنا بقت في اتنين، فبقينا متضايقين ان احنا مش مذاكرين، ومتضايقين ان الوقت بيضيع. وكل ما الوقت يضيع معانا يزيد معانا الاحساس بتاع ان احنا زهقانين ومتضايقين ومش عارفين نعمل ايه. ليه؟ لان كل ماده كانك قاعد بتشيل كيس وشغال تعبيه. كل يوم في تاخير مذاكره هتلاقي نفسك عبيت التقل اكتر، تاني تاني، فتحس نفسك كل ماده بقيت مخنوق. الحل ايه؟ الحل ان احنا نفضي الكيس اللي احنا شايلينه. طيب تعالوا نمشي خطوه خطوه مع بعض. تمام، تعالوا ناخد كده اول حاجه، وهو اصلا انا بقعد اذاكر ليه؟ يعني ليه اساسا انا بفتح الماده دي؟ او ليه انا، هل المستر هيزعق، ولا في عندي امتحان، ولا هيدوني بالقفا في البيت لو ما قعدتش ذاكرت، ولا ايه الحاجه اللي بتخليني اقعد اذاكر؟ طيب تعالى بقى كده، خلي المذاكره بتاعتك دي عشانك انت. يعني في الكومنتات اللي انتوا كتبتوها والحاجات اللي انتوا بعتوها، انا عايز افرح اهلي. انا حلو جدا ان احنا نفرح اهلنا وكل حاجه، بس لو الحاجه اللي انت بتعملها مش مرتبطه بيك انت كشخص، فين الحماس اللي هيجي لك؟ وفين فاقدين الشغف؟ فاقدين الشغف. الجو حر وصايمين ومفرهطين والوقت مزنوق، نفقد الشغف بتاع المذاكره. عندكم حق. بس انا اصلا بذاكر ليه؟ انا بذاكر عشان انا عايز ارتاح من الهم اللي انا شايله ده. انا بذاكر عشان عايز احسن درجاتي اللي جبتها في الترم الاول. انا بذاكر عشان انا نفسي اطلع من الاوائل. انا بذاكر عشان عايز انجح. انا بذاكر عشان اعرف ادخل ثانويه عامه. انا بذاكر عشان اعرف لما تطلع المجموع بتاعي اكون فخور بنفسي. اربطوا المذاكره بيكم انتوا. المناهج غلسه ومعلومات ملهاش لا ولا هتفيدنا انا مالي انا بعصر مش عارفه مين وبشخصيات. انا معاكم والله العظيم، انا يعني مؤيده فكرتكم جدا، بس هو حاجه موجوده علينا، فنخلص منها نخلص منها. عامل زي بالظبط لما يدخل عليكم مستر كده ويا مش مستحملينه، بس الحصه تعدي وخلاص. اعملوا كده بالظبط. احنا هنعدي الترم ده وخلاص، بس ايه الهدف اللي مقعدني اصلا؟ دي نمره واحد. انا اصلا بذاكر ليه؟ لازم تبقوا محددين النقطه دي. نمره اتنين، معلش انا الفويسات بتاعتي طويله. نمره اتنين، هو انا لما هقعد اذاكر، هو انا ايه اللي هذاكره؟ خدوا بالكم من حاجه، ما تعيشوش يعني، احنا في حاجتين. تمام. ما تعيشوش دور مش بتاعكم. يعني ما ينفعش ان انا اصلا ما كنتش بذاكر نهائي واجي دلوقتي في الشهر ده عايز اكون دحيح. لا يا باشا، مش هتعرف تجيبها. تمام. زي اللي ما بيلتزمش بالصلوات وبالقران طول السنه، ويجي في رمضان عايز يختم 5 مرات ويصلي الفروض والسنه والتراويح وقيام ليل لا يا باشا، ده انت مش هتقدر. ليه؟ لان الطاقه يعني القوه زي الشخص اللي بيتمرن رياضه فعضلاته قويه، وواحد تاني ما بيعملش حاجه خالص وقاعد بياكل. الاثنين لو قلنا لهم يلا انتوا الاثنين اجروا، هيبقوا بيجروا زي بعض؟ لا طبعا، استحاله. فالفكره كلها هي استعدادات، هي تدرج لحد ما اوصل للمرحله اللي انا عايزها. فانا دلوقتي لما اقعد اذاكر، هو ايه الحاجات اللي انا هذاكرها؟ فلما احدد الحاجات اللي انا هذاكرها تبقى مناسبه معايا، تبقى مناسبه مع طاقتي، تبقى مناسبه مع الامكانيات بتاعتي. ما اقولش ان انا هخلص النهارده مراجعه الدراسات مثلا، ده لو احنا مخلصين مذاكرته، هخلص النهارده مراجعه الدراسات وانا اصلا من اول وحده انا مش حافظ فيها بما تفسر. صباح الخير، هتخلص ازاي منهج وانت لسه مش مخلص وحده؟ تمام. فانا لازم يبقى الهدف بتاع المذاكره بتاعي يبقى مناسب مع المستوى اللي انا واصل له حاليا. اتنين يا باشا، ما تحطش حاجات كتير. يعني ما هو الجدول اللي بتعمله للمذاكره، ولا الحاجات اللي انت بتحددها للمذاكره، هي مش سباق مين كاتب اكتر والسهل جاف. يعني الفكره كلها انا هخلص الحاجات دي فعلا ولا لا. لازم تنجز في الامور عشان تحس ان انت انا قادر اكمل، عشان الشغف بقى يرجع تاني. هيرجع تاني امتى؟ لما تحس ان انت قادر انك تنجز حاجات. فهنجز ايه مثلا؟ ابدا بحاجات انا بحبها. احط المذاكره في وقت انا ابقى فايق فيه. ما احطش لو انا ببقى فايق في وقت الصيام مذاكرتي تبقى في وقت الصيام. لو انا فايق بالليل، يبقى يا باشا نذاكر بالليل. تمام. فانا اختار الوقت واختار الكميه اللي هذاكرها اللي مناسبه مع شخصي.